يا مكان كان في زمان زمان زمان، وما يحلى الكلام إلا بذكر حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هحكي لكم حدوتة البطة والطاووس، أو البطاووس. يلا نسمع. وقفت البطة سوسو تنظر إلى وجهها في مياه البحيرة وتبتسم وتقول لنفسها: ما أجمل هذه البطة البيضاء المرسومة فوق صفحة الماء. أحقا هذه الصورة هي صورتي، وتلك الابتسامة هي ابتسامتي؟ ما أجملني حقا. أنا البطة سوسو، أجمل بطة في البحيرة. أنا البطة سوسو الجميلة. آه امتلأت البطة سوسو بالغرور، وراحت ترقص وتغني في سرور، وتجري هنا وهناك، وهي لا تشعر إنها تبتعد عن أمها وإخواتها، وإنها قد تضل الطريق. دي ممكن تتوه وهي تسير في المزرعة بدون أخت أو رفيق. فضلت ماشية لوحدها وهي فرحانة بنفسها. عندما أحست البطة سوسو بالخطر، وقفت تعيد النظر، وعرفت إنها في مكان غريب، وإنها وصلت إلى مكان ليس فيه أي صديق. وفجأة ظهر أمامها طائر من أجمل الطيور، كان يسير في طريقه وهو في غاية السرور. فقالت لنفسها: هذا هو الطاووس فعلا، حقا، الذي ينافسني في الجمال ويجعلني حزينة ومشغولة البال. بدأت البطة سوسو تفكر في حيلة تجعلها مثل الطاووس، بطة جميلة. وقالت في سعادة: ماذا لو نزعت هذا الريش الجميل ووضعته حول جسدي؟ ترى كيف سأصير؟ أخذت البطة سوسو تفكر وتفكر وتفكر، تفكر في أمرها وكيف ستغير من شكلها بنزع ريش الطاووس الذي ينافسها في جمالها. وبينما هي على هذا الحال، إذا بالطاووس وقد غلبه النوم، وراح في سبات عميق تحت الشجرة. فاقتربت منه في سعادة وفكرت لحظة، ثم قالت: إنها فرصتي، إنها فرصتي، يا فرحتي يا فرحتي. سأنزع ريش هذا الطاووس المغرور ريشة ريشة، وسألصقه على جسدي حتى أصير البطة سوسو العجيبة. اقتربت البطة سوسو أكتر وأكتر وأكتر من الطاووس، فلم يشعر بها، فأخذت في نزع ريشة، وأخذت في نزع ريشة أخرى وريشة أخرى، ريشه الملون الذي سيصير ريشها. وعندما انتهت من جميع الريش، جمعت غنائمها، لفتها بين جناحيها وأطلقت ساقيها للريح، طلعت جري قبل أن يشعر بها الطاووس الجريح. عندما تعبت البطة سوسو، وضعت ريش الطاووس أمامها تحت شجرة، ووقفت تفكر في طريقة تلزق بيها الريش. هتلزقه ازاي؟ عايزة تلزق الريش على جسمها، وأخذت تحدث نفسها: ترى كيف ألصق هذا الريش الجميل على جسدي النحيل؟ ترى. بينما كانت البطة سوسو تفكر في حيرة عن وسيلة تلصق بها ريش الطاووس الملون لتخفي ريشها الأبيض، إذا بصوت يأتيها ضاحكا من فوق الشجرة: يا بطتي العزيزة، أين الذكاء والدهاء؟ هذا الريش الذي نزعتيه من جسد الطاووس يمكنك الآن أن تلصقيه على جسدك. رفعت البطة سوسو رأسها، فرأت غرابا أمامها، وعرفت إنه كان يراقبها وإنه يعرف حكايتها. فابتسمت متسائلة، وقبل أن تبدأ كلامها أجابها: ألا تعلمين إنك الآن تقفين بجوار شجرة يملأها الصمغ الذي يستخدم في التثبيت واللصق؟ فرحت البطة سوسو بذكاء الغراب، وسريعا سريعا بدأت في تثبيت الريش الملون الجميل. والغراب يراقبها باهتمام ويبدي إعجابه بدون كلام، حتى إذا انتهت من مهمتها أخذ يعلق ضاحكا:
أنت الآن البطاووس. البطاووس. رفعت البطة سوسو رأسها ناحية الغراب وسألته أن يدلها على الطريق لتعود إلى بحيرتها التي تاهت عنها. ودلها الغراب بالفعل وهو يعلق بسخرية وإعجاب: البطاووس. البطاووس. حين وصلت البطة سوسو إلى بحيرتها لم تتعرف عليها إخوتها ما عرفوهاش. وتعجب البط من شكلها ودار الحديث حولها: ما هذا المخلوق العجيب؟ إن شكله غريب، إنه يشبه الطاووس لكن منقاره مثل منقارنا. ترى هل هو بطة أم طاووس؟ وتردد صوت الغراب في الفضاء وملأ السماء: إنه البطاووس. 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 تحركت البطة سوسو في غرور وصارت نحو البحيرة الكبيرة ورمت بنفسها إلى الماء ونظرت إلى نفسها فإذا بها أمام مخلوق غريب، وجهه وجه بطة وجسده جسد طاووس. وابتسمت وهي تنظر إلى البط من حولها وأحست إنه لا توجد بطة مثلها، فازدادت فرحتها وأخذت تسبح في الماء بين البط وراحت بين إخواتها تقفز وتنط. أخذ الريش يسقط في البحيرة ريشة وراء ريشة، والبطة سوسو منشغلة بفرحتها وغرورها بينما البط يراقب ويعلق ويضحك. إنها البطة سوسو المغرورة. يبدو إنها كانت في حفلة تنكرية. ويأتي صوت الغراب ثانية من الفضاء: إنها البطاووس. البطاووس. وتأتي ضحكات البط ويردد هو الآخر: البطاووس. البطاووس. نظرت البطة سوسو إلى نفسها في الماء ووجدت جسدها عاريا من الريش الملون الجميل، وعرفت إنها قد عادت إلى شكلها وتحركت سريعا مبتعدة عن البحيرة بعد أن أحست بالخجل أمام أخوتها من البط، وجرت إلى أمها باكية وقصت عليها حكايتها. فابتسمت أمها وأخذتها في حنان إلى صدرها وقالت لها: لقد خلق الله مخلوقات كثيرة وخص كل مخلوق بصفات كبيرة، فالطاووس الجميل الذي يبهر العقول ليس بإمكانه أن ينزل إلى الماء ويعوم مثلك في البحيرة الجميلة الزرقاء. البطة بطة والطاووس طاووس. ابتسمت البطة سوسو إلى أمها وجريت ناحية البحيرة ورمت نفسها في المياه بين إخوتها، بينما كان الغراب يردد ضاحكا في الفضاء: البطاووس. 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 خلاص، خلصت حدوتتنا. حلوة ولا ملتوتة؟ يلا اكتبولي رأيكم في الكومنتات وقولولي استفدتوا ايه من الحدوتة دي، اتعلمنا ايه، فهمنا ايه. اقول لكم انا فهمنا ان البطة بطة والطاووس طاووس. محدش يبص للي في ايد غيره، بص للي في ايدك انت. انت في ايدك حاجات جميلة ونعم كبيرة، بس انت فهمها وقدرها. حس باللي في ايدك، مالكش دعوة باللي في ايد غيرك. ما تعرفش هو عنده نعمة وعنده ابتلاء شكله ايه. يمكن انت عندك نعمة وقادر تمشي حياتك. بصوا للحكاية يا جماعة وافهموها، دي مش حدوتة أطفال، دي حدوتة كبار. تصبحوا على خير.